السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتوا راه هذا الشيء هو اللي تيضر في الخطر. راه كتعيا ما كتبغيش ترد على الناس وما كتبغي تجبد حتى شي واحد في المواضيع ديالك، ولكن الانسان فاش كتشوفه كيدير واحد التصرف اللي ما كيليقش ولا واحد التصرف اللي كيخدش المقدسات ولا كيقيسك انت في الروح ديالك، راه كتحرك وكتبغي تهضر. وشوف دابا هاد المؤثرين هادو كل مره كيخرج لنا واحد بالحماق ديالو. دابا هاد ميمي هادي شوف اشنو دارت للقران، شوف اشنو دارت في كلام الله عز وجل. اقدس ما كاين عند المسلمين شوف هي شنو تدير. الدستور ديالنا اللي عطاه لنا الله سبحانه وتعالى باش نعيشوا به، شوف هي كيفاش كتعامل مع القرآن، فينا هي الأخلاق والأدب مع كلام الله عز وجل. واش هذه الأخلاق اللي خاصها تكون مع القرآن؟ إيكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النباتات في العقد. الله سبحانه وتعالى تيقول من شر النباتات في العقد. دابا هذا هو الأدب مع القرآن، يعني تحريف الكلام عن مواضعه. نقولوا حنا انت ما قاصداش، واخا هي كتقول لك انا ما قصدتش، انا كنقرا القرآن، انا غير تنسلي، انا كذا انا كذا، ولكن واش هذا يعذر به الانسان المسلم؟ واش هذا يعذر به الانسان امام القرآن او امام الله او امام كلام الله عز وجل؟ لو كنت مثلا انت يعني عندك خلل في الدماغ ديالك، او كنعرفوا بان السيده مريضه في دماغها، يعني كما نقولوا حنايا هبيله ولا مسطيه ولا شي حاجه، واخا نقولوا ما كاين باس مرفوع عليه القلم، ولكن فاش تيكون الانسان في كامل قواه العقليه وكيجي كيبدا يدير بحال هاد الاخطاء وتيقول لك انا ما نويتش، انا ما درتش، انا ما فعلتش. يا اخي الكريم، يا اختي الكريمه، من انت ما ناوياش عاش داك تقراي القرآن وانت في هذاك الوضع، ياك انت دايره لايف كتهضري مع المتابعين، كتعاطي معاهم، كتعايري معاهم، كتردي عليهم، كتضحكي معاهم، يعني خالقه مع المتابعين ديالك، علاش انت غتقراي القرآن في هذاك الوضع؟ القرآن لاش غتقراي انت في اللايف اصلا؟ واش انت كتعطي الدروس ديال الدين؟ واش كتعطي دروس تعليميه في القرآن؟ واش كتعلمي التجويد؟ واش كتعلمي شي حاجه في الدين؟ علاش انت غتقراي في اللايف؟ حتى تكوني في دارك وتكوني على وضوء وتكوني مستوره وحلي المصحف وقراي تعبدا الى الله عز وجل. لاش تقراي لينا حنا في اللايف؟ دابا انا غادي نفتح الكاميرا وغادي نسير نقرا. لاش؟ الا كنت غادي نقرا بطريقه ديال التجويد من اجل ان الناس يسمعوا ويديو الاجر، بحال التلاوات اللي كنلقاوهم دابا في اليوتيوب ديال المقرئين، بحال سعد الغامدي، بحال حسن الفاضلي، بحال السديس، بحال القطامي، بحال هذوك المقرئين اللي تيقراو وحنا كنتصنتو هما كيديو الاجر، ولكن هذاك تيقرا يعني من اجل الدعوه الى الله عز وجل، تيقرا باش انه ينشر كتاب الله سبحانه وتعالى، ماشي كيتفلى به ولا كيلعب به ولا داير لايف وكيتعاطى مع المتابعين ديالو حتى كيبدا يقرا. راه ماشي بنادم مسطيه يوصل يبدا يقرا في القرآن. القرآن راه عنده القوام ديالو، عنده الادب ديالو، عنده الاخلاقيات ديالو، ماشي غادي نوصلوا ونبداو نقراو في القرآن في اي بلاصه، تدخل الطواليت تقرا، غادي في الزنقه وتقرا، كتغوت به. راه ماشي هو كلام عادي، راه ماشي تقرا قصه ولا روايه ولا شي موسيقى ولا شي اغنيه خرجها شي هايطوكي وانت غادي تجي تغني من وراه. هذا راه كلام الله عز وجل، اقدس ما كاين عند المسلمين. يعني الحاجه اللي يعني الحاجه اللي القدسيه ديالها في الطوب ديال الطوب هي كلام الله عز وجل، هي القرآن. راه ممكن انت دابا حاليا ممكن انك تتابعي على هذه القضيه اللي درتي، وممكن انك تجلسي امام وكيل الملك تصنت لك على هذا الشيء اللي درتي، لان دابا بلد مسلم والدستور ديالو كيعتبر بان اسمى واقدس ما كاين هو الدين، وانت دابا انتهكتي واحد الحرمه من الدين اللي هي القرآن. ماشي انتهكتي حرمه من الدين، وانما انتهكتي الدين كامل. القرآن راه هو الدين. جيتي انت بديتي كتفلي به في اللايف، ومني كتبوا لك الناس راه ما خاصكش ديري هذا الشيء، بديتي كتقولي يا ربي تسمح لي انا شوف هذا كيتسمى اللعب بالقرآن. واخا النيه ديالك تكون مزيانه، الا النيه ديالك مزيانه وبغيتي الاجر وبغيتي تقراي القرآن على قواعده وكنتي بكامل قواك العقليه، احنا قلنا لك كيفاش كيتقرا القرآن. ما كيتقراش بهذه الطريقه هذه، ما كيتقراش القرآن بهذه الطريقه هذه. انا ما فهمتش هذا الفهم ديال الدين اللي ولا عند الناس اليوم كيفاش داير. تيقول لك النيه هي كل شيء، الايمان راه في القلب، وعلى مر الكفر فين تيكون؟ الكفر تيكون في الودن ولا في النيف؟ حتى الكفر حتى هو راه في القلب، راه كل شيء كاين في القلب. النفاق حتى هو في القلب، التحرميه حتى هي في القلب، كل شيء كاين في القلب. القرآن يجب التأدب معه، يعني لا ما فيها لا إن ولا حتى. نزيدوا نسمعوا ثاني شنو الأخطاء اللي درتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والشمس
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعناها ووضعنا الميزان. والسماء رفعناها ووضعنا الميزان. والسماء رفعناها هكا مكتوبة. الله سبحانه وتعالى هكا تيقول في سورة الرحمن والسماء رفعناها، هكا تتقال، يعني كتغيري المفهوم وكتغيري الكلام ديال الله عز وجل. هذا كيتسمى تحريف. واحد الحاجة ما حافظهاش ما نقراهاش. راه ماشي مشكل انك ان الانسان يكون تيقرا وينقز آية تنسات ليه وداز الآية أخرى. المشكل هو انك كتقراي الآية غالطة وكتخرجي في عينيك. هذا راه كيتسمى تحريف ديال كلام الله عز وجل، يعني تحريف الكلام عن مواضعه، وهذا راه امر خطير جدا. وانت راه عندك واحد النوع من الاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى، لان الطريقه باش تتقراي ما فيهاش ادب مع الكلام. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. غير بسم الله الرحمن الرحيم. شنو قالت؟ بسم الله الرحمن الرحمن. لا حول ولا قوة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. النجم والشجر يا رب اختي وعلاش اختي تدري واش راه تضربني شي جن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بغيت نمشي نشري سبرديله، ما عرفتش فين هي السبرديلتي، ما عرفتش فين تيمشيو السبرديله اختي، يا ريت كلفت. بسم الله الرحمن الرحيم اختي. حشومه والله تنقرا القرآن من جد امك. نقرا القرآن من جد امك. ها هي كتقرا القرآن وكتعامل مع عباد الله. شو هذا الخلط؟ شو هذا الخلط اللي ولا عندنا؟ شو هذا الادب مع الدين كيفاش ولينا حنايا؟ وتيقول لك الانسان مالنا ولينا في هاد النكد ديال العيش والشتا ما بقاتش كطيح والغلاء ديال الاسعار، ومالنا ولينا عايشين هاد الشيء. ربي دار فيا ما كان حافظ القرآن. راهي تيجي الزم بعدا اختي تذكرنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ما بغاش ندوز اللقطة كاملة، يعني كتقرأ القرآن وتعرات. هي كتقرأ القرآن وتعرات، وإلا هضرتي معها تقول لك النية والقلب وكذا 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 وكذا. داك الحوار اللي عندهم داك الفكر الغلماني ديال الهادمة النية هي كل شيء، نتوما كذا، نتوما متشددين، نتوما تبهديل. هذا في كلام الله عز وجل. ومني كتهضر تيقول لك وانت ازتي فيه مالا شنو فيها. مرة نورمالمون ولا بغات تقرا القرآن خاصها بعدا تكون مستورة، يكون الشعر ديالها مغطي، وتكون جالسة متأدبة. هذه هي التعرات. وقالت لك سيدي تتقرا في القرآن. فينا هو الأدب ديال القرآن. الله يصلح حالنا والله يرزقنا حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله.